ما هو انت ما يبقى عندكم مشاكل الدنيا والاخره، وعندكم كوارث وهم ما يتلم، وعندكم خيبه الخيبه وروبه الروبه، وتهددوا العبد لله وتكلموه في التليفون وتبعتوا له ناس، والكلام الخايب اللي ما بيقدمش لا بجنيه ولا بيأخر بجنيه ده. فعايز اقول لكم ان انتوا في منتهى التفاهه. يعني انا ما شفتش ناس اتفه منكم بصراحه، ولا يعني بامانه الله انتوا اتفه ناس انا شفتها في حياتي. انتوا اتفه ناس انا عاصرتها في حياتي بامانه الله. يا عم حل الخراره اللي عندك يا بيه، حل البيبي اللي بيحصل عندك، حل مشاكلك، حل كوارثك، حل ارصدتك اللي محجوز عليها، حل المرتبات اللي ما انتش عارف تدفعها، ولا فلوس اللعيبه، ولا مقدمات اللعيبه، حل الخيبه اللي عندك، وبتعالى كده بعد كده افضالي. يعني المهم يعني مش هتكلم عن الموضوع ده كتير على فكره، مش هتكلم عنه خالص ولا هقول عنه بجنيه، ولكن خليه. انا كل حاجه بسجلها، كل حاجه بصورها، كل حاجه بحتفظ بيها، عشان لما الوقت المناسب يجي تلاقيني بقى طرشق وشي في وش الدنيا كلها. ها المهم يعني، ولكن قبل ما نبدا حلقتنا النهارده عايز اقول لحضرتك ان احنا ولا بنخاف من الدنيا بحالها، لو عايزين الشمس فهمت ولا اشرح لحضرتك اكتر من كده؟ فيش، نو خوف. تمام. المهم يعني عزيزي المشاهد، هنتكلم عن ما حدث بين الكابتن خالد الغندور ورئيس نادي الزمالك، مما ادى الى انفصاله عن قناة نادي الزمالك. كده خلوده يا حتة مني، يا كل حاجة وحشة ليا، كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والخرارة دي. يعني ايه؟ يعني خلاص يا هادي كده، خلاص يا خلودة مش هشوفك تاني خلاص. المهم يعني يا فندم، بعيدا عن الاستظراف وتقل الدم، ولكن والله الواحد واخد جرعه من التهديدات تخليه يعمل اكتر من كده، تخليه ينفعل اكتر من كده، تخلي تصرفاته مش محسوبه اكتر من كده. غل، انا جوايا غل مش طبيعي. تهددني انا؟ يا نهار اسود، ما سالتش عليا في صلاه الجمعه حتى. المهم يعني يا فندم، عزيزي المشاهد، هنتكلم عن ازاي النادي الاهلي خد حق كريم فؤاد من روي فيتوريا. ازاي النادي الاهلي او هياخد حق كريم فؤاد من روي فيتوريا، وازاي النادي الاهلي هيتعامل مع تصريحات روي فيتوريا مدرب منتخب مصر اللي بيهين فيها النادي الاهلي من وجهة نظر النادي الاهلي وكريم فؤاد. فهم دول الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها في فيديو النهارده، فركز معايا ابوس ايدك يا فندم. المهم يا بيه، ركز في كل اللي جاي، وخلينا نقول وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. يا كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 لايك. سفلك. عايز اقول لحضرتك خلاص شبه رسمي قريب جدا 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 هنعلن عن برنامجنا التحليلي اللي هنتكلم بقى فيه في الكوره. نتكلم بقى في الكوره بجد بقى، وهنفكس خالص لموضوع الاخبار او مش هنفكس، يعني احنا زي ما احنا على قناتنا، ولكن هيبقى في قناه تانية انتوا عارفينها كويس قوي، انا بطلع عليها بحلل مباريات الدوري المصري او النادي الاهلي ونادي الزمالك، ومش هكون لوحدي، هيكون معايا حد، وفي برامج هبقى فيها لوحدي. يعني موضوع كبير قوي، ولكن انتظروا الموضوع ده. المهم علشان ما اطولش على حضرتك، ندخل بقى في صلب الموضوع تفاصيله. الكابتن خالد الغندور على صفحاته الرسميه نزل شبه بيان او اعتراف او تصريح، ما تعرفش والله يا فندم ده بيتقال عليه ايه، ولكن هو نزل حاجه بيقول فيها ان انا خلاص يا جماعه عقدي هينتهي مع قناه نادي الزمالك، وربنا يوفقني فيما هو قادم ما بعد شهر نوفمبر. يعني خلاص، واحنا اصلا في اول نوفمبر وانت بتتكلم اوله ايه ده، قرب يخلص. وبعدين يعني حضرتك بترمي قبلها بفتره اللي هو ايه، مش هتجددوا لي عقدي ولا ايه، مش هتجددوه؟ يا نهار اسود، طب انا همشي اروح فين بعد كده؟ ده مفيش قناه كلبه هترضى تاخد. عزيزي المشاهد، عايز اسال حضرتك سؤال مهم. قناه ايه اللي ممكن تقبل بالكابتن خالد الغندور مذيع عندها؟ يعني مع كامل احترامي للكابتن خالد الغندور، انا ما بتكلمش حاجه تخص شخصه، انا بتكلم في حاجات تخص انتماءاته وتذمره في انتماءاته، يعني وكلامه الغير محايد اللي دايما الناس كلها بتهاجمه عليه. دايما كل الناس بتهاجم الكابتن خالد الغندور في تصريحاته على
نادي الزمالك والنادي الاهلي، فبالتالي انهي قناه هترضى بالكابتن خالد الغندور مذيعا لها؟ مفيش. ما تلاقيش عندنا بقى، مفيش الكلام ده. المهم يعني طيب، انتشر كلام على السوشيال ميديا بيقول ان حصل مشكله جامده جدا بين الاستاذ مرتضى منصور والكابتن خالد الغندور وكل ما هو محيط بقناه نادي الزمالك او برنامج زملكاوي. عزيزي المشاهد، عرفنا ان الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلاص رسميا هيعمل برنامج لوحده كل يوم خميس من الساعه 11 للساعه 12 تقريبا، حاجه كده يعني. اللي هو الواحد والله بدأ يكره يوم الخميس، ولكن كلها ايام مفترجه بتاعت ربنا، فما ينفعش ان احنا نكرهها. فانا مش عارف انتوا عايزين من الواحد ايه، يعني انا مش عارف انتوا عايزين تكرهوا الواحد في عيشته اكتر من كده ايه، ولكن ماشي مش قصتنا. برنامج لوحده وحاجه يعني منتهى نيله النيله وخيبه، ولكن مش قصتنا. المهم خلينا نتكلم في الموضوع، هو من وجهه نظري هو الموضوع الاهم في حلقه النهارده. روي فيتوريا مدرب منتخب مصر. روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بيتقال كلام كتير جدا ان روي فيتوريا بيجيله القايمه وهو يوافق عليها وخلاص، من حازم امام او من ما شبه حازم امام في اعضاء في اتحاد الكوره وكده يعني. ولكن كلنا عارفين ان حازم امام الى حد ما شخص محترم وما شفناش منه اي حاجه وحشه لحد دلوقتي، ولكن الناس بدات تهاجم حازم امام في الوقت ده، وبالذات بعد قرار عدم اخذ كريم فؤاد. ولكن الناس هنا كانت اكتر من عاقله وقالت لك والله دي وجهه نظر مدرب وهو عاوز يختار لعيبه معينه تنفذ خطته اللي احنا ما نعرفهاش لحد دلوقتي. ففكره ان هو ياخد كريم فؤاد او لا دي مش قصتنا، ياخد كريم فؤاد ما ياخدش كريم فؤاد انا تمام مبسوط. ولكن الفكره ان روي فيتوريا مش مخدش كريم فؤاد وسكت، لا كان لازم يحط التاتش بتاعه ويتكلم عن النادي الاهلي ويتكلم عن كريم فؤاد ويتكلم عن علاقه النادي الاهلي بكريم فؤاد، ويقول لك ايه بقى. احنا كاتبين في السكريبت يعني، معلش لو هقطع حضرتك وخلينا نقرا من السكريبت. قال لك انا معجب بكريم فؤاد جدا وجبته في المعسكر الاولاني وتعتبر في لحظه صعبه، وكان اصلا مفيش ثقه من فريقه فيه، ما كانش فيه ثقه في النادي الاهلي في كريم فؤاد. المهم ولكن انا كنت واثق فيه، انا عارف اسلوب لعبه كويس جدا، ولكن انا دلوقتي محتاج لاعب تاني يكون بيلعب احسن في نفس مكانه. انا عايز اسال سؤال بسيط وواضح وصريح. حضرتك دلوقتي بتقول انا عايز لاعب احسن يلعب في نفس مكانه، دي وجهة نظرك، مش عارف هتجيب مين في الدوري المصري احسن من كريم فؤاد يلعب في نفس مكانه. ولكن مش هل هو مثلا يعني انت حضرتك في اختياراتك واخد عمر جابر واخد عبد الله جمعه، يعني هل الناس دي احسن من كريم فؤاد؟ ده عبد الله جمعه ده لعب قبل ايه كده مع المنتخب، بلاش لعب مع الزمالك فين؟ يعني عبد الله جمعه ده بيعمل ايه؟ ماذا يفعل عبد الله جمعه في الدنيا عشان تاخد عبد الله جمعه وتسيب كريم فؤاد؟ ولكن مش قصتنا. عمر جابر مثلا يا غربه، حاسب عليه غربه يعني ايه. مهم كل ده عادي. نيجي لحته ان النادي الاهلي ما كانش اصلا واثق في كريم فؤاد. هل مثلا الخطيب اتصل قال لك ايوه فيتوريا روح قلبي ايه يا بيبي عامل ايه، احنا مش واثقين في كريم فؤاد والله يا فيتوريا، مش واثقين فيه، لا خالص الولد ما يتوثقش فيه. يعني هل ده حصل؟ ولا كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك ايه يا برو عامل ايه يا بيبي كله بقول لك احنا مش واثقين في كريم فؤاد؟ هل ده حصل؟ ما حصلش طبعا، عشان ده كلام بيحصل في المصاطب والقهاوي، ده ما حصلش. فبالتالي حضرتك انت بتقول ايه؟ ما هو انت يا تقول كلام عادل يا ما يعني خلاص حضرتك اختيارت قايمه واللعيب وناس اعترضت، وما تتكلمش على اللعيب وتحبطه وتعمل او تبقى انت عاوز تعمل فجوه بينه وبين فريقه. المفروض حضرتك واحد في دور حضرتك كمدير فني المنتخب، المفروض توطد العلاقات بين مدربيها وبين فريقها وبين بلاعيبتها، توطد العلاقه عشان لما تحتاج اللعيب ده في يوم من الايام تلاقيه موجود بيساندك في المنتخب. انما انت زيرو صباح الفل، يعني على الله حكايتك يا ست. عزيزي المشاهد، هل روي فيتوريا بيجيله القائمه كده وهو بيوافق عليها وخلاص؟ هل روي فيتوريا بياخد تعليمات من حد؟ كل ده كنا ممكن نقدر نقول عليه لا من فتره قليله، ولكن بعد تصريحات فيتوريا عرف منين ان الاهلي بيثق او ما بيثقش. انت فيتوريا ده بقاله قد ايه بيدرب المنتخب؟ يعني ما فيش، ده بقاله نص ساعه تقريبا، نص ساعه بالظبط، نص ساعه. المهم يعني شفتوا الساعه غاليه. المهم
ده جاي لي هديه والله، ولا غاليه ولا يعني ما اعرفش بكام، بس هي جايه لي هديه في عيد ميلادي من شخص انا بحبه قوي. المهم يعني واحد صاحبي والله اسمه حماده عمر. المهم يعني، فهل كل الكلام اللي قلناه على روي فيتوريا ده يعني هل هو ممكن يكون بياخد سكريبتات يطلع يقولها في الاعلام؟ هل ممكن تكون القايمه بتجيله جاهزه وهو يمضي عليها؟ الله اعلم بصراحه، انا ما اعرفش، انا ما اتدخلش في نفوس الناس. ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان احنا لحد هنا نكون خلصنا الفيديو. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك، تكتب كومنت تقول رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.